الشيء من مأتاه لا يستغرب. فقد بدأت القذارة من الزمالك وإعلامه ومأجوريه ضد سيراميكا كليوباترا. وليه بقى؟ عشان سيراميكا المفروض هيلعب ماتش بشرف ورجولة، ولأنهم ما يعرفوش حاجة عن الحاجات دي، وكأن الفريق المنافس لازم ينزل مطاطي وبيع الماتش، ولو قرر يلعب بشرف تبقى كارثة وشيء خارج عن المألوف. فقرر الإعلام الأبيض بداية تشويه صورة سيراميكا. أنت متخيل احنا بنقول إيه؟ عشان سيراميكا بس ناوي يلعب بشرف فهنشوه صورته، وهنقول بقى إن رجال الأعمال رصدت مكافآت مالية للاعبين بتوع سيراميكا عشان يلعبوا بشرف ورجولة. بقى الشرف جريمة تستحق الاتهام بالرشوة. طب ليه الزملكاويه بيقولوا كده؟ عشان حاجات كتير قوي الصراحة. تعالى كده نلخصهم في 3 نقط. اولا بيعملوا ضغط على لعيبة سيراميكا اللي لو لعبوا بشكل كويس وكانوا موفقين هيقولوا بصوا شوفوا مش قلنا لكم واخدين رشوة عشان يلعبوا بشرف. وثانيا عشان هم عارفين انهم فرقة فاضية وما يقدروش يكسبوا سيراميكا كورة. ثالثا بقى وده الاهم ان هو ده اسلوبهم اساسا. ما هو الحرامي صعب يصدق ان في حد شريف. وانا احتراما للمشاهدين مش عايز اقول امثلة تانية. عمري ما تخيلت ان هيجي يوم ابقى مضطر ادافع عن حد لمجرد انه ناوي يلعب بشرف.